اذا مرحبا بكم ايها الساده والسيدات على هذا المقطع الجديد. اخوان، اليوم عندي موضوع جديد، عندي واحد الفيديو جديد اليوم بغيت ندوي عليه. اليوم يعني شفت شي حوايج وجاتني فكره علاش ما نديرش عليهم فيديو. والفيديو ديال اليوم هو كيفاش تتعامل مع الناس او الاقارب ديالك او العائله ديالك اللي كيكونوا غير حاضينك، اللي كيكونوا يعني شادين معاك، يعني كيف ما كنقولوا ما حاملينكش، ديما كيحفروا ليك في وجهك، يضحكوا وفي ظهرك يعني يشدوا فيك. هاد النوع هذا كيفاش تتعامل معاه، كيفاش هما يعني النوع اللي كيسول عليك فين وصلتي، لقيتي فاش كتقول لهم مازال ما درت والو في حياتي كيفرحوا. يعني ثق بيا راه هاد النوع هذا انا اللي كندوي عليه، راه فاش كيسول فيك راه كيسول فيك باش يعرفك واش درتي شي حاجه في الحياه ولا مازال، واش يبقى فرحان او واش انه يفرح ولا انه يحزن. لا درتي شي حاجه هو غادي يولي حزين كئيب، ولكن الا عرفك بانك راك مازال في بلاصتك، مازال ما درتي والو، هنا غادي يفرح مزيان ويكون سعيد. ايوا الاخوان، هاد الناس هادو اللي هما غادي ندوي عليهم وغنعطيهم واحد شويه ديال العصير، غادي نسمعوهم على ودنيهم. الا عندك شي واحد يعني بغيتي زعما ترد له الصرف، يمكن لك تاخذ هذا الكلام هذا اللي كنقول انا وقولوا انت بفمك، ولا انك يعني تاخذ غير انسبيراسيون. اول حاجه الاخوان، هاد الناس هادو راهم واحد الناس اللي هما حقداء كيحقدوا، واحد الناس اللي ما حاملينكش انك دير شي حاجه في الحياه ديالك، ما حاملينكش انك تفوتهم، انك دير شي قلوه في الحياه. علاش هكا؟ علاش نتوما دايرين بحال هكا؟ هاد الناس هادو علاش دايرين بحال هكا؟ علاش؟ واش نتوما يعني كتبغيو الناس ديما تبقى لتحت لتحت؟ واش عرفتوا علاش؟ يعني والاخوان هذه كنقولها لكاع الدراري وكاع الناس اللي هما عندهم هذا النوع هذا في حياتهم. واش عرفتي علاش انهم حاسدينك؟ لانهم عارفين عندك بوتونسيال، عارفين عندك القدره على انك دير شي حاجه كبيره في الحياه، لذلك خايفين منك انك دير داك الشيء اللي هما خايفين منه. يعني هما عارفين عندك بوتونسيال، عارفين انك غتمشي مزيان. شي لو كنتي فاشل وكانوا عارفينك بانه راه ما غدير والو، والله ما يسولوا فيك، ما يتسوقوش ليك، ولكن عارفين عندك بوتونسيال. شتي مادام عندك هاد الناس في حياتك، خصك تعرف انه راه عندك البوتونسيال وراه عندك ما تقول. راك ماشي واحد الانسان اللي هو عادي، ماشي انسان نورمال، خاصك تفهم هاد القضيه هذه. لذلك انا كنقولها وكنعاودها، الا عندك هاد النوع في حياتك اليوم، خذ هذا حافز لك باش انك تتاكد بان راه عندك بوتونسيال. اغلبيه شكون غيتعرض لهاد المواقف هادو؟ انا غنقول لكم من خلال داكشي انا اللي شفت واللي عشت واللي يعني زاولت. هاد النوع هذا كيكون اغلبيه عند يعني كيكونوا اغلبيه عند دوك الدراري اللي هما مثلا قراو مثلا وكيتسناو شي وظيفه. علاش هما كيكونوا حاضين معاهم؟ لان هاد النوع هذا هما عارفين انه انسان قرا، راه في اي لحظه ممكن فهمتي تجي فرصه ديال شي وظيفه اللي هي وظيفه فهمتي العمر، اللي تجي شي وظيفه اللي هما غيحقدوا. شي انسان مثلا كنتي مازال كتقرا وعارفينك يعني عندك شي موهبه، هو انك واحد الانسان اللي عندك شخصيه قويه، انسان اللي ممكن يدير شي حاجه بديك الشخصيه ديالو، عنده واحد الشخصيه قويه، انسان كيشوفوه بانه كيفرض راسو في اي مكان، في اي زمان، في اي مكان. هاد النوع هذا ما غيحملوكش، غيكونوا عندك هاد الناس هادو في الحياه ديالك، غيكونوا عندك. انت واحد الانسان اللي مثلا انسان خارج من القرايه، ولكن انسان اللي هو عرفتي داك النوع اللي كيكون كيدخل الخاطر، انسان اللي هو محبوب، كتلقاه مثلا كيدير دغيا بلاصتو، الناس كيوليو كيبغيو كيوليو كيسولوا عليه. هاد النوع حتى هو ما يحملوكش. وغادي نقول لكم واحد النقطه واحده اخرى، هو انك الا كنت انت وهذوك الناس اغلبيه راه كيكونوا غير قراب من العائله، راه كيكونوا غير مثلا عمتك، خالتك، مرت خالك، مرت عمك، هادو هما اللي كيكونوا بحال هكا. هاد النوع هذا يا اما غيكون عندها شي ولد قريب لك في العمر ما حاملاكش. وثق بيا علاش ما حاملاكش؟ لان عارفه ولدها ضعيف، وعارفه انت عندك بوتونسيال، اخي العزيز، عندك بوتونسيال.
يعني مادام انت عندك بوتونسيال هي غتخاف، هي باغا ولدها يكون احسن منك، انت ما كرهاتكش. وثق بيا هاد الهضره هذه راه ما يقولوهاش لكم في وجوهكم، ولكن انا غنقول لكم اش كاين. هي راه ما كرهاتكش يا اخي، او ما كرهكش هاد خونا هذا. اغلبيه كتكون عند البنات، يعني عند العيالات. لذلك كندوي بالصيغه ديال زعما على انها العيالات، ولكن راه كاينه حتى عند الرجال. ولكن تندوي على لا ماجوريتي، ديما كتكون شي مرت خالك، شي مرت عمك، ديما هما هادو اللي كيكونوا كيديروا هاد الفعايل هادو. شي لا ماجوريتي هما ما غيقولوش هاد الهضره هذه، غيقول لك بغينا لك الخير وانت عزيز علينا وما عندك زهر، او انك عزيز علينا وبغينا لك الخير وداك الشيء. ولكن نقول لك الحقيقه ما خلف الستار اشنو كانت تقول لك. لو مثلا كانت هي قادره تقول الحقيقه، تقول لك شوف ما كرهناكش لو انك تولي كدور وكتجمع كيف كيسميهم دوك البونتات ديال الكارو، ما نتزنقاوش كمي. ثق بيا الهضره هذه، ثق بيا الهضره هذه هي اللي باغيين توصل ليها، ولكن ما يقدوش يقولوها لك لانهم ناس بطبيعه الحال منافقين منافقين منافقين. نهار غتزاد عليك شي حاجه غيمرضوا، ونهار وواحد الحاجه غتلاحظها معايا هو النهار فاش انت كتمشي كتجلس معاهم وكتكون حققتي شي نجاح، او كتكون حققت شي نجاح في الحياه ديالك، ومشيتي على اساس انك بغيتي تزورهم مثلا، وانت يعني بغيتي تزورهم مثلا وحققتي شي نجاح. نفترض انك مثلا خدمتي، انك تخرجتي مثلا، انك فتحتي شي بروجي ومشيتي لعندهم انك تزورهم، و ميم طون تخبرهم بانك راك يعني حققتي شي حاجه. غادي ترجع مريض. عرفتي علاش غادي ترجع مريض؟ لانهم يقلوا من الشان ديال داكشي اللي كتحقق، وهذه حتى هي خذها في بالك، راه ديما غادي يقلوا من الشان ديال داكشي اللي حققتي في الحياه. يعني نفترض مثلا انت انسان، نقولوا حنا مثلا نعطيو شي حاجه بسيطه، مثلا سيدي انت شديتي على الباك، نجحتي في الباك، غتلقاهم بانهم يقلوا من الشان ديال الباك. مثلا انت سيدي فتحتي شي بروجي، وعلاش انت هذا البروجي فاشل وراه كاع ما تيديروا منه الناس، وراه داروا هذاك وفشل وعيان وكذا وماشي شي حاجه. ديما غتلقاهم كيقلوا من الشان ديال النجاحات ديالك وديال الاهداف اللي حققتي نتايا. الحاجه الثانيه هو انهم غيضحكوا في وجهك وغيدويو وراك. غتوصلك الهضره، ثق بيا الهضره كتوصل غتوصلك الهضره، غادي تواصلك الهضره. ولكن شنو اللي من المفروض دير؟ انا غنعطيك الخطه هو انك ما تمشيش تقول لهم قلتوا فيا ولا حاسديني، لان الهضره هذه من غتقولها غادي يرجعوك انت بحال انسان اللي هو خايب. انت خصك تعرف شنو هي النقطه الضعف ديالهم وورك ليهم عليها. زيد نجح، زيد حقق اهداف، زيد دير شي حاجه في الحياه ديالك. ملي غتزيد دير شي حاجه في الحياه ديالك غادي يزيدوا يمرضوا. هذا هو الدواء ديال هذا النوع هذا. وزيدوا عطوهم العصير، زيدوا وركوا عليهم، زيدوا مرضوهم في الحياه ديالهم من النوع هذا. انا بغيتكم كاع اي واحد عنده شي وحده ولا شي من العائله بحال هكا، زيدوا مرضوهم. بغيتكم تزيدوا توركوا عليهم، فرقعوا لهم المراره، فرقعوا لهم المراره، وما تبينوش لهم انكم راكم دايرين معاهم البال، يعني انكم راكم جارين معاهم. ديما دويو معاهم على اساس انكم راكم فهمتي ما على بالكمش انكم كذا. وحاجه واحده اخرى هو ما تثقوش فيهم، ما تثقوش في النوع هذا، من ناحيه انكم تاكلوا معاهم يعطوكم شي حاجه، من ناحيه انكم يعني تثقوا في شي حوايج بحال هكا، يعني يقدروا يديروا لكم شي حاجه ما تعرف.